بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد وفيديو مختلف. مش ههزر فيه وكده، المفروض يعني احاول ما اهزرش، بس انا ما اقدرش ما اهزرش. تمام. هنتكلم في حاجه مهمه حصل معايا من فتره، موقفين او 3 مواقف بالظبط عن ابلكيشن. مش هقول اسمه، بس الابلكيشن ده مراهنات في الكوره. تمام. حصل معايا 3 مواقف. موقف واحد اعرفه، موقفين مع ناس ما اعرفهمش. اول موقف واحد اعرفه، شحن في اللعبه، دفع فلوس وجاب منها فلوس، ومش هقول طبعا ارقام كام ومش هقول الطريقه ازاي. تاني موقف، كنت في الاتوبيس، واحد كان بيحكي لصاحبه ان هو استلف 20,000 جنيه ومش هقول الفلوس اللي كسبها كام، وراح اشترى موبايل ايفون 15 اكس ماكس، الحاجات الكبيره دي المجعلصه. تالت موقف، امبارح كان في 2، انا كنت اشتري حاجه، كان في 2 بيتابعوا ماتش غالبا درجه تانية في الدوري السعودي. فانا استغربت، انتوا بتتفرجوا على الدوري السعودي درجه تانية في الدوري السعودي؟ طب ما تشوفوا اوروبا طيب ولا حاجه، مش بقلل من الدوري السعودي، بس طب درجه اولى دوري سعودي طيب حلو، الهلال والنصر والحاجات الجميله دي، وعمالين مركزين ولا كانهم مولودين من حواري السعوديه. ففضلت افكر كده، انا مركز بقى من غير ما اقصد، ركزت، وده غلط طبعا ان انا اركز مع ناس بتتكلم، بس انا ركزت، كانوا بيتكلموا بصوت عالي. طلعوا بيراهنوا على مش عارف الماتش يخلص تعادل. سبحان الله، درجه تانية اللي هو اصلا مش متذاع غالبا، وبيراهنوا وبتاع فالنهارده جاي اتكلم على خطوره الموقف ده، عشان الابلكيشن ده متصنف ان هو لعبه، فهي لعبه غلط طبعا، ولعبه بتقطع لك تذكره لنار جهنم في الدنيا في الاخره. والنهارده حاولت اعمل حاجه علميه، تجربه كده صغيره عن الموضوع ده. زي كده بحب الصوت المعلقه ده. نتخيل ان دي فلوسك، تمام؟ دي فلوسك الحلال اللي انت جايبها بعرق جبينك، حلوه ايه ما شاء الله يعني زي الفل، تمام؟ ودي فلوسك الحرام اللي هتجيبها من اكس زفت، هو انا هسميه كده اكس زفت. دي فلوس حرام اهي، تمام؟ فلوسك الحلال اللي هتجيب بيها فلوس الحرام، هنحط شويه من فلوس الحرام مع الفلوس الحلال بقى، ما انت كسبت، ما انت لعيب بقى وتوقعت صح، ونقلب بقى. الصوت ده لازم اعمله. المايه بقت معكره بجد والله، فلوسك بقت معكره. كسبت بقى انت كتير بقى، جبت ايفون اكس ماكس لسه ما نزلش في مصر. دي فلوسك بعد ما كانت نظيفه وجميله، ممكن اشرب ميه من الكوبايه دي، بس هتحط فيها فلوس حرام، واللي بيجي سهل بيروح سهل. ومش عارف اقول ايه والله، الموضوع يعني مقرف. في 5 مليون مصري بيلعبوا على الابلكيشن ده، 5 مليون نيله. تخيل الفلوس بقى دي لو اتصرفت في مكانها الطبيعي، الفلوس اللي انت بتدفعها في اكس زفت ده، هتبقى انت مهتم بمستقبلك اكتر، مش انت خلاص كده، انت وقفت، انت عقلك وقف خلاص، دي وقفت، انت بتفكر تجيب فلوس سهله ازاي، انت بتفكر اللعيب ده هيجيب جون ولا لا. دي لعبه يا جماعه، لعبه، يعني اخر اليوم تكون تعبان تروح تلعب لعبه تفك بيها عن نفسك، مش تبقى اليوم كله لعبه وتاخد فلوس وتروح تجيب مش عارف ايه وتروح تجيب ايه وتعمل بقى مشاريع. ده في ناس عامله مشاريع على الموضوع ده، يجي لي حل الالجوريزمات بتاعه الابلكيشن 1 اكس زفت. مش هينفع يا جدعان، حرام دينيا، بيوقف دماغك علميا. بص يعني كل حاجه ضد الابلكيشن ده. وفي ناس بيعملوا اعلانات للاسف، في ناس معروفين بيعملوا اعلانات للابلكيشن ده. انا مش عارف اتكلم اقول ايه، بس حسيت ان المواقف اللي حصلت لي ان انا لازم اتكلم عن الموضوع ده. انا لو في واحد بس كان بيلعب على الابلكيشن ده واتغير بسببي، انا هبقى مبسوط. وصاحبي او المعرفه اللي كان بيلعب الابلكيشن ده، انا خليته يبطلها، مش اجتهاد مني، بس انا فضلت اقول له يعني، انصحه كده، ومش هقول هو مين طبعا، مش هقول اسمه، مش هقول اي حاجه. انا متضايق والله يا جدعان، على والله العظيم شكل المايه بقى يقرف، يعني الواحد مش مستحمل يبص على كوبايه المايه المعفنه، والله العظيم يا جدعان الواحد يعني
نفسه جهاز تعليم، ما بالك بقى لو فلوسك. تخيل لو دي فلوسك بقت عامله كده، مش كوبايه ميه هرميها خلاص مش مهم، لكن فلوسك اللي انت مش هتعرف ترميها اللي انت بتعيش بيها